تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات الجمعة من توقيف رجل وامرأة يبلغان من العمر 22 سنة و53 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين. وأوضحت مصادر صحفية أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استعمالها في الإجهاض. وأفادت المصادر ذاتها أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية أسفرت عن تحديد هوية صاحبة الحساب الإلكتروني وتوقيفها متلبسة بحيازة وترويج مجموعة من تلك الأقراص الطبية. وأفادت نفس المصادر بأن التحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف مزودها الرئيسي بهذه الأقراص بالمنطقة القروية ثلاث لولاد بضواحي مدينة سطات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 136 قرصا طبيا مهربا، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. يشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.